انا بخاطب الناس اللي بتحب الصيف. مبسوطين يا اخويا؟ مبسوطين انتوا كده ولا نزود درجة الحرارة شوية نخليها 80 عشان تتبسطوا يا اخويا زيادة يا اخويا؟ اصل انا نفسي اعرف الناس اللي بتحب الصيف دي، طب ايه يا اخويا الجميل اللي في الصيف خلاك حبيته؟ اصل احنا مش حابينه يا اخويا. قول لي انت، يعني انت اللسوعة دي يا اخويا حباك انت؟ بتحب يعني تقوم الصبح في الشمس تتلسوع يعني تنام تحت المروحة ولا تحت التكييف وبتشر من كل حتة؟ تقول ادخل اخد دش يمكن اهدى شوية، تبقى تحت المية وحرانها هتموت من الحر، تطلع من الحمام على الشقة كأنك دخلت فرن يا غير اللي ربنا رزقه بعربية ويبقى رايح مشوار الصبح والعربية تبقى مركونة في عز النار، يبقى خايف يركبها. ما هو يركبها يا اخويا الكرسي يا اخويا تجيب له بواسير يا اخويا. طب هيلاقيها من البواسير ولا من التسلخات يا اخويا؟ طيب ما انت كده كومبا حتى مش لاقيينه الوقت. الناس بتبقى ماشيه في الشارع يا اخي بتبقى عامله زي الفراخ المسلوقه، تركب المواصله تلاقي الناس كلها ملبكه كانها حاطه عسل على سمن يا اخي، والواحد بيبقى ملبك جسمه كله عشان ايدها كله بتحبوه. طب قولوا لي مش لاقي في ميزه الصيف يا اخي؟ يا اخي الكهرباء حتى بتجيلك زياده، المروحه بتبقى شغاله ليل ونهار جايبه هاب ومشغلينها صوت بس يا اخويا، مشغله صوت فوقيك، جايبها هتجيب لك سجعه منين؟ ما هي جايبه من الجو اللي احنا فيه النار ده، غير مصاريف ان انا عايز انزل اتفسح شويه عشان جاي اشم نفس ما بره هاب، هاب وبره وجوه نار جاي. يكونوش الجماعه دول محل الاقامه بتاعتهم في الكاميرون وجايين يصيفوا عندنا في مصر؟ ما تقولوا لنا يا اخوانا، الواحد جلده سلخ وعايز يعرف الناس دي بتحب الصيف ليه؟